جدا شكرا مجموعة أحيدوس على هذه الرقصات الجميلة، وتحية للجميع، تحية للسي موحى الحمداوي على الكلام الطيب. فنحاول تقريبكم من ما يجري بمدينة أزيلال على هامش تنظيم نصف الماراثون الدولي لمدينة أزيلال، وهناك مجموعة من المشاركين المتميزين، منهم البطل عمر شيتاشن، منهم بن زهرة، منهم مجموعة كبيرة من العدائين، وهناك ترسانة من العدائين الكينيين على ما أظن 7 عدائين كينيين. هناك عداء اللي عنده في نصف ماراثون 58. سنرى ماذا سيفعل في مدينة أزيلال، علما على أن مدينة أزيلال هناك شيئين اثنين مهمين. الأول هو ارتفاع عن سطح البحر 1400، بالإضافة أن المطاف فيه منعرجات، فيه صعود، فيه هبوط، لن يكون المطاف سهل إخواني أخواتي. والرقم ديال مدينة أزيلال هو ساعة ودقيقتين، وأظن بأنه سيتاشن عنده ساعة 00. فصعب أنه يحطم رقم، ولكن ممكن، ليس مستحيل، لأنه المطاف ديال أزيلال فيه صعود، واحد المجموعة ديال العقابي اللي ما تخليش العدائين أنهم يكون إيقاع سريع. بالإضافة بالنسبة للإناث فهناك بطلة عالم اللي عندها إينور 07، والروكور هنا إينور 13، سيتادير الرقم الإناث أنا أظن بأنه مضمون 100%، ولكن الذكور سنرى خاصة أن هناك يكون تنافس كيني مغربي بتحطيم هذا الرقم هذا. فتحية لجميع إخواني المتتبعين من المغرب والمغاربة بالخارج، وإخواني العرب المتتبعين. فحضرت خصيصا إلى مدينة أزيلال لأنقل لكم أول سباق على الطريق من هذا الموسم. فأنا من قلت سباق على الطريق منذ ماراثون مدينة الرباط، وصراحة عندي حب كبير لنقل هذه السباقات، لأنها تكون سباقات جميلة جدا، تكون فيها نشاط، تكون فيها واحد مجموعة الأشياء الجميلة، وتنبغي نوصل للمتتبعين ديالي يشوفوا ماذا يجري في مجال ألعاب القوى والسباقات على الطريق على المستوى المغربي. فتحية لكل العرب، وتحية لكل المغاربة في المهجر، في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا، وفي آسيا أيضا. فمجموعة من الإخوان يتابعونني أقول لهم مرحبا بكم. ليعقوب سناء تحية لك. فالعشرة غتكون الانطلاقة، وانا غنحبس اللايف اخواني اخواتي باش نمشي نشوف واش كاين شي موتور فاش غنمشي. تحية لكم على هذه الأجهزة، نودعكم. مجموعة جميلة جدا إخواني أخواتي، مجموعة ديال أزيلال، والمغرب يتميز صراحة، فكل منطقة عندها خصوصيات. كنت الأسبوع الماضي بمدينة سيداس وشفنا أحيدوس سيداس، واليوم نتعرف على أحيدوس أزيلال.
سأنتقل إخواني أخواتي للبحث عن الدراجة النارية لنقل لكم نصف ماراثون. تحية للجميع.